بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يخش إلا الله، وصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيتها الأخوات الثائرات، أيها الإخوة الثوار، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أبعث إليكم التهاني الحارة لقيادة التجمع اليمني للإصلاح إلى أبنائه وبناته في مدينة إب الذين يحتفلون بذكرى السنة الثانية لانطلاقة الثورة اليمنية 11 من فبراير. إن هذه الثورة صنعتها أيديكم الطاهرة، ورفع لواءها حاماتكم العالية، فكنتم طلائع هذا الشعب في الثورة، وكنتم أمله الكبير في إنجاز وتحقيق أهدافها الكبرى، وهو إزالة النظام السابق وإحلال محله نظاما عادلا يختار الشعب بملء إرادته الكاملة ليستطيع النظام أن يخدم شعبه وأن يحقق ما يصبو إليه. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه الثورة فتحت الأمل والمستقبل أمام الشعب بأكمله، فتحت أبواب التاريخ بعد أن كانت مغلقة، وفتحت الآمال والطموح بعد أن كانت محطمة، وفتحت المستقبل بعد أن كانت أبوابه مغلقة، وأزاحت الطاغوت الذي جثم على صدر الشعب أكثر من 33 عام، ومن قبله حكم الأئمة أو الإمامة الذي جثم على صدر الشعب اليمني أكثر من 40 عام. لقد طالت المدة، طالت مدة الطغاة، طالت مدة حكم الظلم والطغيان، حتى أتت ثورة 11 من فبراير فأزالته من الوجود بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الشعب اليوم عاهد الله كما أنتم عاهدتم الله عز وجل ألا يكون للطغيان بعد اليوم مقاما بين أرضكم، ولا للمستبدين سبيلا إلى وجودهم على أرضنا وفي واقعنا. إنكم بهذه الثورة تعاهدون الله عز وجل أنه لا طغيان بعد اليوم ولا استبداد على أرضنا. قال تعاهدون الله عز وجل على ذلك. لقد قدم الشعب اليمني أكثر من 1444 شهيدا أزهقت أرواحهم وسفكت دماءهم. ذلك الطاغي، ذلك الظالم الذي لم يرعوي ولم يتق الله عز وجل في شعبه. ومحافظة إب قدمت أكثر من 100 شهيد، قدمت الأمهات، قدم الآباء،
أبنائهم وفلذات أكبادهم شهداء من أجل الله ثم من أجل الوطن اليمني. ولا أعتقد أنكم ستبخلون بتقديم المزيد من الأبناء، لن تبخلوا بتقديم المزيد من الأبناء. هل ستبخلون مستقبلا؟ هل ستضحون بأنفسكم وأبنائكم وأموالكم من أجل الحفاظ على هذه الثورة؟ نعم، هذه إرادة الشعوب. عندما تقوم إرادة الشعوب تبني الحاضر والمستقبل بإذن الله عز وجل. إن هذه الثورة تذكرنا بالشهداء، تذكرنا بالشهداء، شهداء جمعة الكرامة وشهداء شارع الجزائر في صنعاء وشهداء إب وشهداء تاز وشهداء عدن وشهداء الجوف وشهداء المحافظات اليمنية بأكملها. تذكرنا هذه الثورة بتلك الأرواح العالية والبطولات السامية التي ضحاها أبناء الشعب اليمني من أجل تحرير الأرض اليمنية من حكم علي صالح وأسرة علي صالح. لا والله، لا والله، لقد بذلوا الغالي، بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل اليمن ومن أجل الوطن. فهنيئا للشهداء، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم وأن يجعلهم عنده في عليين، وأن يعافي الجرحى، أن يعافي الجرحى، وأن يثيب الأسر في صبرها وفي شهدائها الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إن التجمع اليمني للإصلاح، إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يحتفل كبقية أبناء الشعب اليمني بهذه الذكرى الثانية لثورة فبراير، يجد أمامه العديد ممن يسيئون إليه، ويجد أمامه عدد من أبناء الوطن يشيرون سهامهم وسيوفهم ضد التجمع اليمني للإصلاح. ولا يزال التجمع اليمني للإصلاح شامخا رغم كل المكايدات، رغم كل السوء، شامخا كشموخ جبل معدان هذا الذي أمام أعينكم. إن غطته موجة غبار لا بد أن يرى بعد ذلك وينكشف هذا الغبار. وإن هبت الريح هل تزحزح الريح مكان جبل معدان؟ لا تحركه الريح. كذلك الإصلاح لن تحركه شبهات هؤلاء ولا كذب هؤلاء. إن الرياح لا تزيد هذا الجبل إلا جمالا ورونقا، وكذلك ظلم هؤلاء وكذبهم لن تزيد الإصلاح إلا إصرارا على الحفاظ على اليمن أرضا وشعبا وعلى الحفاظ على وحدة اليمن. إنهم يكيدون للإصلاح. لماذا؟ ما مشروعكم أيها الإصلاحيون؟ ما هو مشروعكم؟ أليس اليمن الواحد؟ اليمن الواحد هو مشروعنا. ترى أولئك الذين يشهرون سيف العداء ويعتدون على مقرات الإصلاح في بعض محافظات الجنوب ماذا يريدون؟ ما الذي يريدونه؟ يريدون تمزيق اليمن، يريدون تفتيت اليمن، يريدون فصل اليمن. لهذا يقفون أمام الإصلاح الذي ينادي بوحدة اليمن ولا يقبل بانفصال اليمن أو جزء من اليمن. لذا يسيئون إلى التجمع، يسيئون إلى الإصلاح، يعتدون على الإصلاح. وكذلك الإصلاح
بماذا يؤمن؟ ما هو النظام الذي يؤمن به الإصلاح؟ إن الإصلاح يؤمن بالنظام الجمهوري. أليس كذلك يا أبناء وبنات اليمن وأبناء وبنات الإصلاح؟ أن شعب اليمن وأنتم تؤمنون بالنظام الجمهوري، أي حكم الشعب، حكم الشعب نفسه بنفسه، لا حكم العائلات ولا حكم الأسر ولا حكم الطوائف. ولهذا يعتدون ويسيئون إلى الإصلاح. أيها الإصلاحيون جميعا، أيها الإصلاحيون جميعا، رجالا ونساء، مهما كانت الآثام من حولكم فإنها لن تزيدكم إلا صلابة، ولن تزيدكم إلا قوة، ولن تزيدكم إلا عزيمة في الحفاظ على وحدة اليمن وعلى نظامها الجمهوري بإذن الله سبحانه وتعالى. ولن نسمح ولن نقبل بكل أفاك أثيم يسيء إلى اليمن وإلى أرض اليمن وإلى شعب اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتم صمام هذا الوطن، فحافظوا عليه، حافظوا عليه وتعاهدوه، ولا تسمحوا لأحد أن يمس هذا الوطن، فهو غال علينا، هو غال علينا جميعا. أليس كذلك؟ هل تقسمون على ذلك؟ ستقسمون على ذلك؟ إذا لن يؤدي القسم، يؤدي القسم. رددوا معي، رددوا معي، ارفعوا أيديكم إلى أعلى. نقسم بالله العظيم أن نحافظ على ثورة فبراير وأهداف ثورة فبراير، وأن نعمل على الحفاظ النظام الجمهوري وتعزيز الوحدة اليمنية، وأن ننبذ الطائفية والمناطقية والانفصالية والمذهبية والعنف، والله على ما نقول وكيل. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله غايتنا، الله غايتنا، والقرآن دستورنا، والقرآن دستورنا، والرسول قدوتنا، والرسول قدوتنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، في سبيل الله قمنا، في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، نبتغي رفع اللواء، لا لطاغوت عملنا، لا لطاغوت عملنا، نحن للدين فداء، نحن للدين فداء، فليعد للدين مجده، فليعد للدين مجده، أو ترك منا الدماء، أو ترك منا الدماء. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.